اهلا وسهلا بكم. قد يكون الفيديو ده الوحيد اللي محتاج تسمعه عن الاونلاين بيزنس. وانا في المجال ده بقالي فتره، يعني انا بعمل كونتنت بقالي اكتر من 5 سنين، وعارف دخلت في كذا حاجه ليها علاقه بالاونلاين بيزنس وكده. وفي فتره كده، يعني الفتره الاخيره انا بصراحه وقفت شويه محتوى. كنت محتاج ان انا اخد فاصله كده، اشوف انا بعمل ايه، واركز كمان في شغلي، لان انا عندي شغلي، انا شغال اصلا مبرمج دوام كامل. الفترة اللي قبل ما اوقف فيها شوية فيديوهات هنا على اكسبرتيز فلو، الفترة دي حسيت ان انا دخلت في سكة كده انا ما كنتش عايز ادخل فيها. ايه هي السكة دي؟ السكة دي سكة الاونلاين بيزنس، وحسيتها سكة او بجذب الناس اللي هي بتدور على حد يضحك عليها. بمعنى الناس اللي هي بتدور على حد يديها الخلاصة اللي هتجيب لهم 10,000 و20,000 دولار في الشهر، واللي هي مش موجودة اصلا. الناس اللي هي ما عندهاش اي شيء تقدمه للناس، وبتدور على حد يعلمها ازاي ينصبوا على الناس. والسكة دي انا اصلا ما كنتش عايز ادخل فيها من الاول. انا مش عايز انصب على حد، انا عايز رزقي يبقى حلال، واحس ان انا بعمل حاجة او باثر في حياة الناس. والاونلاين بيزنس لو ما كانش هيعمل كده يبقى بلاش منه، علشان هيبقى فلوسك حرام. وللأسف ان الناس اللي موجودة حاليا في المجال بتاع الاونلاين بيزنس، مش كلهم، في ناس محترمه جدا، بس نسبه كبيره منهم بيبيع لك سمك في ميه. بمعنى ان هو عارف، بتبقى بيراميد سكيم. هو بيعلمك ازاي تجيب ناس تضحك عليهم زي ما هو ضحك عليك، وانت تروح تجيب ناس تعلمهم ازاي يضحكوا على غيرهم زي ما انت ضحكت عليهم، وهكذا. وتلف العجله. وعلى فكره الناس دي بتعمل فلوس وبتغتني وكل حاجه. الخلاصة انت لو انت ما عندكش حاجة تقدمها، والحاجة اللي انت بتقدمها دي فعلا ليها قيمة وبتأثر في حياة الناس، فانت فلوسك فيها حرمانية ما كانتش حرام. انا مش عايز ادخل في جانب ديني واقول ان في حد فلوسه حرام من عدمها، بس منطقيا لو انت بتدخل مع حد استشارة او بتبيع له برنامج، البرنامج ده بتديله فيه او بتوعده ان انت تديله فيه قيمة مش صحيحة، او بيبقى وعد زائف، فاذا انت بتنصب. قصة انك تبدأ اونلاين بيزنس وانت ما عندكش حاجة تقدمها، وانت شخص عندك 17 18 سنة، لو انت ما عندكش حاجة، سنك صغير. في ناس بتبقى عندها 17 18 سنة وبتبقى عندها حاجات تقدمها اكتر مني، بس قصدي انه ان انت لو انت ما عندكش حاجة تقدمها وبتفكر انك تعمل اونلاين بيزنس، فانت بتضحك على نفسك لو انت ما عندكش حاجة تقدمها. وهتدخل في سكة هتلاقي نفسك ما عندكش اي اختيار تاني غير ان انت تنصب علشان تجيب حاجة تمشي نفسك وتاكل عيش. فلو انت عايز توصل لمرحلة ان انت بتاكل عيش حلال، وفي نفس الوقت بتأثر في حياة الناس وبتعمل فلوس فعلا، فانت لازم تشتغل على نفسك، يبقى عندك قيمة، وبعد كده تبدأ تبيع القيمة او الفاليو اللي عندك دي اونلاين. القيمة دي بقى ممكن تكون من حاجات كتيرة جدا. ممكن تكون ميديا باينج، ممكن تكون من سوفت وير، ممكن تكون من اتش ار، ايا كانت، ممكن يكون تغذية، تمرين، ايا كان. فانت الاول انت هتسأل نفسك انت هتدي ايه من الاخر. بعد كده بتبدأ تشوف انت هتوصل للناس اللي عايزين ياخدوا القيمة دي ازاي. هتوصل لهم ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. طالما احنا بنتكلم على كلمة اونلاين، فانت بتظهر للناس اونلاين على السوشيال ميديا. فهتعلم الناس دي ازاي يوصلوا للنقطة اللي انت فيها. يبقى انت هتطلع تكلم فئة مستهدفة بطريقة معينة تجذب الناس دي، الناس الصح دي ليك. الغلط اللي انا وقعت فيه ان انا جبت بقى ناس تانية، جبت ناس عايزة تعمل 10,000 دولار في الشهر وتتعلم حاجة كده، ايه، من ابو كورس 7 8 ساعات وهي ما عندهاش حاجة اصلا. والناس دي جذبتها، ولما الناس دي دخلت شافت الماتيريال بتاعت الكورس. وعلى فكرة في مجموعة منهم عملت لهم ريفند للفلوس، ممكن مش كتير بصراحة، كانوا 2 3 تقريبا. لما جيت يعني او جم سألوني اسئلة معينة، شكرا خد فلوسك، اتشرفت بيك، مش عايز اعرفك تاني. فبدأت ان انا اغير طريقة الكلام بتاعتي، ان انا بكلم حد عنده شيء يقدمه، وانا بعلمك ازاي تنقل الخبرة دي للناس. فانت بتستهدف فئة معينة، الفئة دي عايزة توصل للنقطة اللي انت فيها. بعديها على القيمة اللي عندك اللي انت بتقدمها ونيتك الخالصة ان انت تفيد الناس، بتتعلم ازاي تعمل ماركتنج لنفسك بدون ما تقدم وعود زائفة. بان انت بتبقى عارف ازاي تكتب كوبي كويسة، تكتب سكريبت يوتيوب كويس، تكلم الناس بشكل كويس، جذبت الكاستمر،
بعد كده بتتعلم ازاي تدليفر او تسلموا الفاليو اللي انت وعدته بيها. سلمتوا الفاليو اللي انت وعدته بيها والكاستمر اتبسط، ازاي ان انت تحافظ عليه. فبعد كده بتعمل له بقى استهداف كل شويه عن طريق نيوزليتر، عن طريق ان انت معاك ميديا باير او وهكذا. فدي الطريقه الصح والمنطقيه اللي تخليك ان انت تعمل فلوس حلال. حتى لو انت عندك قيمه تقدمها للناس وعندك قيمه حقيقيه فعلا، مش هتعمل $1000 في الشهر بسرعه. يعني ممكن الموضوع ياخد معاك شهر، شهرين، 3، ممكن ناس تاخد 6 شهور، ممكن ناس تاخد 7 شهور. $10,000 اللي حد بيوعدك بيها، اللي هو بيطلع لك على الاعلانات بتاعت الفيسبوك بيقعد يقول لك هتعمل $10,000 في الشهر، ويصور لك العربيه الجي كلاس اللي هو مأجرها في دبي، ويروح يوديها بعد الفيديو للمعرض. ده بيضحك عليك. واي حد بيدخل لك من الدخله دي اللي هي دخله الجي كلاس واللامبورجيني والحاجات دي، اعرف ان في حاجه غلط، في نصب في الموضوع. في بيرسونال براندنج بس تبقى بذكاء شويه، بتبقى انت بتبين ان انت فعلا بتعمل فلوس وان انت البيزنس بتاعك كويس، بس بدون بهرجه، بدون الكرنج اللي هم بيعملوه ده. فلو حد بيبذل مجهود قوي ان هو يبين لك الحاجه اللي هو بيعملها او العربيه اللي عنده او البيت اللي عنده، بيبقى غالبا في حاجه غلط. ولو انت هو ده اللي بيحركك بس، يبقى انت في عندك حاجه غلط. فانا بقيم الحاجه اللي هو هيديها لي بالعائد المادي اللي انا هحصل عليه، بس في نفس الوقت انا عايز اعرف ايه الماده العلميه اللي انا اخدها، والماده العلميه دي هل هتخليني ان انا اجيب العميل الصح ولا لا. الماده العلميه دي هتخليني ان انا او هتساعدني ان انا اخد الفلوس الحلال من الشخص ده ولا لا. اللي انت محتاج تعمله ان انت اولا يكون عندك خبره، يكون عندك قيمه، حاجه بتقدمها للناس. الحاجه التانية تعلم ازاي تستهدف الجمهور الصح. الخطوه اللي بعد كده ان انت تتعلم ازاي تعمل ديليفر او تسلم الفاليو دي للناس. والخطوه اللي بعد كده ان انت تتعلم ازاي تحافظ على العميل ده وتجيب عملاء تانيين. فده اللي انت محتاج تعمله. طبعا الكلام ده كله احنا شارحينه في البرنامج بتاع اكسبرتيز فلو. مش عايز يبقى ده اعلان صرف كده للبرنامج، بس البرنامج عليه 50% خصم في الخطه كامله لكيفيه عمل فلوس من خبرتك. بس لازم يكون عندك خبره، عندك حاجه تقدمها للناس. طبعا لو انت شخص لسه بتتعلم، يعني لسه بتتعلم حاجه معينه وعايز برضو تشترك في البرنامج، اهلا وسهلا بيك. بس طبعا لازم يكون عندك شيء تقدمه، وما توعدش الناس بحاجه مش عندك عشان فلوسك تبقى حلال. ودي اهم حاجه، والحاجه اللي هتخليك تستمر من ناحيه الحلال، وفي نفس الوقت من ناحيه المصداقيه مع الناس. لانك لو ما عندكش حاجه تقدمها الناس فيما بعد، هتعرف ان انت نصاب، والموضوع هيتقلب على دماغك. هتعمل فلوس في الاول بس الدنيا هتقلب على دماغك، لان الناس هتعرف ان انت بتاع حوارات. بس ده الفيديو بتاع النهارده. الفيديو ده حبيت ان هو يكون خفيف، مش هتكلم فيه على اي حاجه تكنيكال او كده او حاجه معلومات وبتاع. فان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. حاول ان انا اكون مستمر في نشر الفيديوهات، واشوفكم على خير.